مساكم الله بالخير أحبابنا المشاهدين في هالليلة المباركة، نمسي عليكم بالخير وإن شاء الله ديما لمتكم لمة خير ولمة بركة يا رب العالمين. اليوم ميعادنا على الخو. الخو هذا راهو شيء كبير واللي ما يعرفوش معناه، والناس الأولى يقولوا اللي حاز من خوه قامح. اليوم فيه بعض من الناس اللي كان الخو يقتل على خوه، وكان الخو يموت دون خوه. فيه اللي زمان كان الموت حتى يعني الموت هذه بلا جاني، فيه اللي يموت خوه. نسمعوا من أهلنا يقول لك مات خوه ما كملش حول لحقة، يقولوا الناس الأولين الخو تصيره يتبعوا بعضهم. كان الحليب حار، كانوا يرضعوا من شق واحد ومن ثدي حليب الأم هذا حار. كانوا الخو مش تو تغيرت الدنيا يا جماعة، ما تخلوش الدنيا تتغير. أراه الخو هو خو، الخو اللي يحوز من خوه ويتاجر في خوه ويبزنس من خوه. اللي حاز منه يقولوا الناس الأولى قامح، الله لا يقمحكم يا رب العالمين. فالخو هذا راه رزق الخو عند خوه، رزق الخو عند خوه. يقول فيها الشاعر سعد غنى يقول خوك خوك راهو خوك، خوك حزامك وخوك منو يرهن رقبته قدامك. خوك خوك من بطن امك حليب لم من فمه مشي لي فمك، وخوك دم من دمه فصيلة دمك كيف ما نشي قبلك نشط عظامك. خوك خوك راهو خوك، خوك حزامك وخوك منو يدفع رقبته قدامك. فالتحية والتقدير لكل من يحس بخوه. والخو هذا قلت لكم يعني ما فيش كلام، الخو هذا دم، الخو هذا دم، ما عادش فيه كلام بعد الخو يا جماعة الخير. وتو تسمعوا كما عودناكم اللي قال فيها الشاعر المبدع أحمد الصويعي: يا خويا ولد أمي تزعل علي ليش وأنا أخوك، يا حن يسري في عروقي ودمي، نا يا شقيقي بوي هو أبوك. أداء الفنان المبدع إسماعيل العسكري، مشاهدة طيبة للجميع، فالتحية والتقدير لكم. يا حن يسري في عروقي
يا شقي